ولكن الجمهور الجزائري راهو متاثر شويه وما فهمش تلفت له من خلال هذا الانتقادات الغير مبرره نوعا ما، واللي نشموا فيها رائحه تصفيه حسابات من البعض، تصفيه حسابات يا اما مع رئيس الاتحاد او مع المدرب او مع الزمن. يعني ممكن تصفي حساباتك مع نفسك حتى في المرآة. المحللين ولا ما سمعت ولا محلل جزائري لحد اليوم، ولا قريت ولا سمعت وقال حاجه ربما راح نفاجئكم بها، وهذه من احصائيات الاتحاد الافريقي، عنده لجان فنيه تعمل احصائيات بعد نهايه كل مباراه. تعرفي في مباراه الطوغو عناصر المنتخب الجزائري كم عملوا من باس؟ قل لي كم عملوا. العدد نتاع التمريرات يعملها فقط برشلونه 509 تمريرات اثناء المباراه بنسبه نجاح 90%، يعني 90% من التمريرات كانت ناجحه. 509 تمريرات. شوفوا الارقام تاع برشلونه، هذاك علاش جات الهزيمه مره تمريرات، ولكن الفرق فما شويه الفرق بين برشلونه وبين الجزائر، برشلونه عندهم ميسي، برشلونه عندهم بيدرو، برشلونه عندهم انيستا، برشلونه عندهم تشافي، عندهم برشلونه هم اللي يصنعوا الفارق اللاعبين. احنا 509 تمريرات مع تونس 70% من وقت المباراه الكره كانت عند الجزائريين. عمري ولا شفت الجزائر تلعب بهذه الكيفيه. بقات 5 دقائق امام الطوغو، شفتوا كيفاش يطلعوا في الكره من الخلف 5 دقائق قبل نهايه المباراه. في الخمس دقائق الاخيره انا نعرف شفت الكره، الارجنتين يرميوا كرات عاليه والبرازيل ومش عارف واش يرميوا كرات عاليه باش يعدل النتيجه. بدر الدين مش عارف اذا ماكش موافق ولا راك تستنى فيا في كاش ربما كابتن بدر الدين يريد شايف السكوت علامه الرضا ام هناك